ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. هذا بحث هام أرجو أن تنتبهوا إليه، ونادر أن تجدوا من يشرحه لكم بهذه الطريقة. لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي: أولا، في أول الكلمة يكتبونها ألفا، نحو، نرى اللوحة التي تليها: أنتم. كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، ألف تكتب. وانظروا المنطقة التي هي خضراء اللون في اللوحة المخطوطة على اليسار، انظروا إليها الآن. هذه كلمة أنتم التي ترونها على اليمين هي الألف، لكنهم كانوا يجعلون لها من أسفلها ذيلا مائلا كما ترون أمامكم. فهكذا كانت العرب تكتب أنتم. هل رأيتم؟ هذه مخطوطة قديمة تعود إلى القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. أنتم. هل رأيتم الهمزة التي في أول الكلمة أنها لم تكن تكتب، بل كانت تكتب ألفا؟ وأما الدائرة الحمراء التي ترونها فوق الألف فهي التي اخترعها الإمام أبو الأسود الدؤلي لما قال للغلام الذي أحضره له سيدنا علي: إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة حمراء فوق الحرف أنتم. فالنقطة الحمراء معناها أن هذه الهمزة مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. أنزل. كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، وانظروا إلى المنطقة الخضراء في اللوحة المخطوطة على يسار اللوحة. نعم، خرج منها كلمة أنزل. هكذا كانوا يكتبون أنزل. أرأيتم كيف أن الهمزة في أول الكلمة كانت عبارة عن ألف، وأن النقطة الحمراء وضعت في وسط أو قدام الألف، أمام الألف، دلالة على أنها مضمومة. لو كانت فوقها معناها مفتوحة، أمامها كما نرى على اللوحة مضمومة. لو كانت تحتها لكانت مكسورة. انظروا إلى حرف الزاي في كلمة أنزل. أنزي، النقطة الحمراء تحت الزاي. لا، انظروا إلى النقطة الحمراء فوق اللام. أنزل. بهذه البدايات البسيطة بدأ الإمام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله نخط المصحف ليعين قارئ القرآن الكريم على تلاوة القرآن. نرى اللوحة التي بعدها. إذا كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، وانظروا إلى اللوحة الخضراء أيضا على اللوحة المخطوطة يسار اللوحة. هذه الكلمة الكبيرة التي ترونها أمامكم هي كلمة إذا. في أولها همزة مكسورة، ثم الذال، ثم الألف التي في آخر إذا. فالألف التي في أول إذا هي همزة، والألف التي في آخر إذا هي الألف المنطوقة. انظروا كيف أنهما ألفان. إذن كانت العرب تكتب الهمزة في أول الكلمة ألفا كما رأينا على اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. نرى مكتوب في وسط الكلمة أو آخرها كانوا يكتبونها، يعني الهمزة، ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. 4 حالات: يكتبونها ألفا في وسط الكلمة أو في آخرها، أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. نحو، انظروا الآن إلى اللوحة الجديدة. يأمركم. كانت تكتب يامركم. شايفين كيف كانت تكتب ألف؟ وانظروا إلى المستطيل الأحمر على المخطوطة التي في يسار اللوحة. انظروا إليها الآن وقد صارت كبيرة الحجم. هكذا كانوا يكتبون يأمركم، يعني يكتبونها يامركم وينطقونها يأمركم. فقد يكتبون الهمزة في وسط الكلمة ألفا على نية التسهيل على لهجة بعض القبائل.
اللوحة التالية إن كانت الهمزة مسبوقة بضمة مثل مؤمنين، ويكتبونها كما نرى مؤمنين. وانظروا الآن عندما نكبرها من المخطوطة مؤمنين، هل رأيتم ميم واو ميم نون يا نون؟ فإذا الهمزة إن كانت ساكنة ومسبوقة بضم كانوا يكتبونها واوا كما نرى أمامنا على اللوحة. الآن المثال الثالث إن كانت الهمزة مكسورة بئسما، كانت تكتب بيسما كما نرى. وانظروا الآن عندما نكبر اللوحة المخطوطة كيف صارت بيسما، فكانوا يكتبونها بيسما وينطقونها بئسما. هذا إن كانت ساكنة ومسبوقة بكسر. الآن ننتقل إلى المثال الرابع، كلمة براءة كانت تكتب كما نرى على اللوحة باء راء ألف تاء مربوطة. أين الهمزة؟ لم تكن تكتب، وهي التي نكتبها نحن في السطر. انظروا إلى اللوحة المخطوطة التي على يسار اللوحة وحول الكلمة براءة مستطيل أحمر. انظروا إليها الآن لما تتكبر. هذه التي ترونها يا إخوتي أمامكم هي كلمة براءة. انظروا كيف هي مكتوبة باء راء ألف تاء مربوطة. أين الهمزة؟ لم تكن تكتب، وهي التي نكتبها نحن في الإملاء الحديث على السطر. إذا كتبنا نحن براءة نكتبها باء راء ألف همزة على السطر تاء مربوطة. لكنهم في القديم ما كانوا يكتبونها كما نرى أمامنا على هذا المثال. هذا في وسط الكلمة. فإن كانت الهمزة في آخر الكلمة انظروا مثل كلمة يتبوأ، كانت تكتب يتبوى يتبوى. كمان لوحة انظروا إلى كلمة يتبوأ يتبوى. نعم، الألف التي في آخرها هي كناية عن الهمزة. هذا إن كانت الهمزة متطرفة في آخر الكلمة. الآن لو كانت مضمومة الهمزة مسبوقة بضم اللؤلؤ كيف كانت تكتب؟ انظروا إلى اللوحة المخطوطة وقد كبرنا لكم هذه الكلمة اللؤلؤ تكتب اللولو كما نرى، ولم يكن يكتب للهمزة صورة. نعم. أيضا إن كانت الهمزة مسبوقة بكسرة مثل كلمة يبدئ كانوا يكتبونها كما نرى على اللوحة يبدي. فإذا كبرنا الكلمة المخطوطة نراها هكذا يبدي. أرأيتم هذا الحرف الأخير الياء المردودة إلى الخلف؟ هذه اسمها ياء مردودة إلى الخلف. الذي ترونه أمامكم عبارة عن ياء باء دال وياء مردودة إلى الخلف يبدي. فهذه الياء هي كرسي للهمزة. بدل الهمزة لم يكونوا يكتبون الهمزة، بل كانوا يكتبون بدلا منها ياء إن كانت مسبوقة بكسر. المثال الرابع والأخير كلمة جاء كانت تكتب جاء جيم ألف، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. ما كانوا يكتبونها جاء، هكذا كانوا يكتبون. انظروا إلى لما نكبر هذا المثال من المخطوطة انظروا إلى كلمة وجاء وجاء. أين الهمزة؟ لا همزة في الخط. هكذا كانت العرب تعامل الهمزة، إما يكتبونها على صورة ألف أو واو أو ياء أو لا يكتبونها. ماذا حدث بعد ذلك؟ لما أتى الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي ماذا فعل؟ سنرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند الكلام على من اخترع صورة للهمزة، وهو الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، المتوفى سنة 75 و100 هجرية. هذا الإمام العظيم وهو شيخ سيبويه، إمام له فضائل كثيرة من حيث جهده في خدمة التراث القرآني والتراث العربي بشكل عام. فمن جملة ذلك أنه وجد أن هناك حاجة ماسة لصورة في الخط لحرف الهمزة، وأنه لا يصح أن يترك الأمر هكذا لأنه قد يقع خطأ من الناس، فصار يقول أع. فوجد بأن حرف العين من أقرب الحروف إلى الهمزة من حيث المخرج، فأخذ صورة العين وقطع الجزء العلوي منه وجعله صورة للهمزة كما نرى ذلك على اللوحة التي أمامنا. نرى على اللوحة كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 75 و100 هجرية لها، يعني للهمزة، صورة في الخط هي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين. انظروا إخوتي الكرام إلى حرف العين، انظروا إلى هذا الحرف الذي أمامكم كيف يحدث. نعم، هكذا اشتق الخليل من حرف العين صورة الهمزة، وهي التي نكتبها نحن، فجزاه الله خيرا لأنه أعاننا جدا. فصار العلماء بعد ذلك يضعون هذا الشكل الذي ترونه أمامكم فوق الألف إن كانت الهمزة مفتوحة، مثلا أن، أحمد، يضعون هذا الشكل فوق الألف. إن يضعونه تحت الألف. مثلا أمور يضعونه فوق الألف. هذا في أول الكلمة، كذلك في وسطها، كذلك في آخرها. أما إن كانت الهمزة على السطر مثل كلمة قراءة، مثل كلمة براءة، مثل كلمة وجاء، مثل كلمة هؤلاء، فصرنا في الإملاء الحديث نكتبها على السطر. وهذه الصورة كما ذكرت من اختراع الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فجزاه الله عنا كل خير. هذا التطور لحرف الهمزة من حيث الكتابة